مرحبا بكل المتابعين الكرام الأوفياء لقناة طقس الجزائر. إذا نوافيكم بجديد النماذج وما تشير له النماذج العالمية لطقس الجزائر، خصوصا النموذج الأمريكي والأوروبي إن شاء الله. إذا حسب ما يشير النموذج الأمريكي، يشير بنزول منخفض شبه قطبي إن شاء الله المناطق الشرقية وكذلك بعض المناطق الوسطى إن شاء الله. رغم أن النموذج الأمريكي يعني يرسم الحالة قوية على المناطق الشرقية فقط، يعني أما المناطق الغربية الوسطى هي غير معنية إن شاء الله بهذه التحديثات إن شاء الله. أما النموذج الأوروبي عكس ذلك، فهو يرسم لنا أمطار نحو المناطق الغربية ثم الوسطى ثم الشرقية إن شاء الله، يعني جل المناطق الشمالية، ولكن الأمطار راح تكون ضعيفة نسبيا خلال هاي التحديثات القوية اللي راكم تشوفوها الآن في الصورة، هي خلال يوم 23 نوفمبر 2023. أما هي التحديثات الأولى يعني بداية من 22 هي، ولكن يبقى النموذج الأوروبي أنا لا أتفق معه، يعني هذه التحديثات قد لا تكون في الواقع إن شاء الله. إذا في النهاية سنوافقكم إن شاء الله بالجديد عند اقتراب المدة إن شاء الله. تبقى هذه تحديثات مجرد يعني توقعات فقط. سنوافقكم عند اقتراب المدة بإذن الله، وفي النهاية يبقى العلم لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.